لازم اقول لك مبروك على التعاون مع نيكول سابا في ميني ألبوم، كمان ميلانو واحمد زعيم. ما شاء الله خطوات فنيه حلوه قوي. كلمني كده عن كل حاجه. ربنا بيكرم دايما دايما، تقولي يعني ايه بعد الصبر جبر. فانا الحمد لله صبرت سنه وربنا كرمني جدا، وانا دايما ما بقولش غير الحمد لله يا رب على اي حاجه. انا عندي خيمه الخيمه، وعندي خيمه حكايتنا حلوه فايب بارك، فدول اكبر يمكن خيمتين في مصر دلوقتي، الحمد لله ان انا اللي عاملهم. نيكول سابا احنا عاملين 5 اغاني ان شاء الله ان شاء الله، يعني كل اغنيه صورنا تراك ولسه واحد تاني، وهنفاجئ الناس في اول يوم العيد بالاغنيه ان شاء الله. هتنزل من يوم 26 ميني تيزر، بس هننزل اول يوم. احمد زعيم عامل مفاجاه بيه، الناس كلها هتتفاجئ. احمد موهوب جدا بس هو كان مركز في الالحان اكتر، لا احنا مطربين وجنب ان احنا ملحنين ان شاء الله. ميلانو استنوا بقى مني، او ثالث او رابع يوم العيد اول هعمل مؤتمر كبير اعرض فيه كل النجوم ان شاء الله. ايه السبب ان وليد اول ما هيرجع مضى مع نيكول سابا واحمد زعيم؟ ليه ما فكرتش في حد تاني؟ ليه كان دول السبب او الرئيسي ان هم دول الاولين؟ لو انت ركزتوا دايما، انا حتى لما اشتغلت انا وروبي انا بحب اللي اجي من بعيد، لان ما هو التانيين موجودين. ايه الاد نيكول فليكسبل، نيكول موجوده. رمضان السنه دي ناجحه جدا، هي عندها الباشن، احنا اصحاب سين جدا. قالت لي يلا نشتغل، قلت لها يلا نعمل. من اول اختيار لينا الحمد لله ربنا كرمنا. زعيم عامل لي اغنيتين في الشغل بتاعي، قلت له بقول لك انا هنتج لك، وعاملين مفاجئتين بجد. احنا عاملين تراك يا جماعه بجد بجد هيدغدغ مصر.